ما هو مرصد ليغو؟ وأنهي سفينة فضائية خيالية هي الأكثر واقعية في السينما؟ وإزاي رواد الفضاء هيحموا نفسهم خلال الرحلات طويلة المدى؟ وإيه هي الأدلة اللي هتفضل باقية لو البشرية اختفت بكرة الصبح؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. بس يا صديقي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، ويلا نبدأ. نتحدث عن مرصد ليغو وموجات الجاذبية. الأول لازم نعرف إيه هو ليغو أصلا. ليغو هو مرصد موجات الجاذبية بالتداخل الليزري، وفي منشأتين في الولايات المتحدة، واحدة في واشنطن والتانية في لوزيانا، والمنشآت دي متصممة مخصوص عشان تقيس موجات الجاذبية هي وبتعد وبتخترق كوكب الأرض. اللي بيحصل معاه دلوقتي المرصد ده خلص أحدث جولة رصد ليق جراي، دلوقتي واخد فترة توقف علشان بيعملوا تحديثات وتطويرات عليه في البصريات والأجزاء الضوئية اللي فيه. في الأول الخطة كانت إنه لوغو هيفضل بره الخدمة لفترة طويلة، تقريبا سنة أو سنة ونص، علشان يعملوا كل التحديثات دي عليها، زي إنهم يزودوا الحساسية ويصنعوا مرايات أحسن ويطوروا تقنيات جديدة لضغط الضوء والمعلومات الكيميائية علشان يلتقطوا قياسات أكتر وأدق لموجات الجاذبية. ولما تلسكوب فيرا روبن الجديد دخل الخدمة الخطة اتغيرت تماما، والقرار دلوقتي هو إعادة تشغيل ليغو بسرعة نسبية في خلال شهرين بس. والسبب الأكبر في السرعة دي علشان ليغو يلحق يشارك ويساهم في الاكتشافات مع تلسكوب فيرا روبن. الفكرة إنه إما ليغو يلقط موجات الجاذبية الأول فيقوم تلسكوب فيرا روبن بعمل إرصاد ومتابعة تابعة للحدث، أو العكس، يعني تلسكوب فيرا روبن يرصد حدث كوني معين فنيجي إحنا ندور على الإشارات بتاعته في بيانات ليغو. والتعاون ده هيستمر مع تلسكوب فيرا روبن لحد 2027، وبمجرد ما ياخدوا البيانات الأساسية المشتركة دي ويطمنوا هيقفلوا نظام ليغو بالكامل، وهيقدروا يعملوا التحديثات الكبيرة دي اللي كانت متأجلة. طيب هل في مراصد تانية لقياس موجات الجاذبية في العالم؟ أيوة، في منشأتين تانيين كبار وشغالين في الشبكة، مرصد فيجرو وده النسخة الأوروبية من ليغو، ومرصد كاجرا وده المرصد الياباني. مستوى حساسية فيجرو وكاجرا مش بنفس درجة حساسية ليغو، في موجات جاذبية ضعيفة ليغو بس اللي بيقدر يلقطها. طيب إيه هي ميزة وجود الأربع مراصد مع بعض؟ زمان لما كان عندنا ليغو بس كان في نقطتين قياس بس، فكنا بنعرف بالتقريب النصف الكروي اللي الموجة جاية منه، يعني بالبلد كده كنا نعرفها جاية من اليمين ولا من الشمال. ولكن بمجرد ما نضيف كاجرا وفيجرو للشبكة بقى عندنا 4 جهات نظر مختلفة، وده بيدينا رؤية ثلاثية الأبعاد ومثالية للسمع. بقينا نقدر نحدد إنه الموجة جاية منين من البقعة الصغننة دي بالضبط في الكون. وبقى في تعاون ضخم بين كل المراصد دي، يطوروا التقنيات والأساليب على مرصد واحد وبعدين يشاركوها يستخدموها في المراصد التانية علشان الكل يتحسن ويتطور. مع الوقت الشبكة دي هتكبر أكتر. في مشروع تلسكوب أينشتاين، وفي مشروع المستكشف الكوني اللي الزراع بتاعه هيكون طوله 40 كيلو متر. للمقارنة أزرع مرصد ليغو الحالي طولها 10 كيلو متر بس، وكل ما مرصد جديد بيتبني بيتضاف فورا للشبكة. ازاي نحمي رواد الفضاء في الرحلات طويلة المدى زي المريخ او الاقامة الدائمة على القمر؟ الحقيقة الصادمة يا صديقي، لحد اللحظة دي مفيش اي حماية حقيقية لرواد الفضاء في الرحلات الفضائية طويلة المدى. الخطة لو هتبعت رواد للقمر فاول حاجة هتعملها انك تشيك على طقس الفضاء، وبتحاول تبعتهم في وقت ما يكونش في نشاط عاصف كبير على سطح الشمس. يعني مهمة ارتيميس 2 كانت مقلقة شوية لأننا كنا يدوب بعد فترة الحد الأقصى للطاقة الشمسية بحاجة بسيطة، بس الحمد لله عدت على خير. وبمجرد ما الرواد يوصلوا هناك، والحل علشان يتحموا من الإشعاع الفضائي إنهم يختاروا مكان آمن، يعني إما يدخلوا جوا حفرة اللافا البركانية القديمة أو يحفروا تحت الأرض أو يغطوا القاعدة اللي قابلة للنفخ بمتر كامل من الرغلف، واللي هو التراب الصخري بتاع القمر. والمتر الواحد ده كفيل إنه يحميهم من كل الإشعاع. والرواد هيضطروا يقضوا أكبر وقت ممكن من يومهم جوا الدرع ده. ولو هتبعت الرواد للمريخ هنا بقى هتظهر المشكلة الكبيرة، لأنه الرحلة بتاخد 9 شهور في طريق الذهاب بس. في تصميم السفن أنت دايما محكوم بوزن المركبة، يعني كل ما كانت السفينة أخف
كل ما انت احتجت وقود ودفع أقل علشان يوصلك. لو قررت تحط درع بسمك متر من أي مادة حماية أو حتى الرغلوس حوالين سفينة المريخ علشان تحمي الرواد، انت كده بتزود آلاف الأطنان لوزن السفينة، وساعتها هتحتاج وقود أكتر بكتير، والوقود الأكتر ده هيحتاج مركبة أكبر ودروع أكتر، وهتفضل ماشي في نفس الدوامة. كبسولة أوريون الخاصة بمهمة أرتمس كان فيها خطة طوارئ جاهزة لو حصلت عاصفة شمسية للرواد في الفضاء. الرواد هيجمعوا كل الإمدادات الكثيفة اللي معاهم في الكبسولة زي المية والأجهزة والإلكترونيات والأكل وكل حاجة، ويبنوا بيها زي حصن أو كوخ جوه الكبسولة ويستخبوا جواه في الجزء الأكثر حماية في المركبة. طيب ليه الحصن ده مش هو الحل النهائي؟ الحل ده بينفع لو في عاصفة شمسية عابرة، العاصفة بتعدي في ساعتها والرواد بيستخبوا لحد ما تمر، وبعدين بيفكوا الحصن ويرجعوا لشغلهم. لكن في رحلة المريخ الخطر الأكبر مش العواصف بس، الخطر الأكبر هو الأشعة الكونية المستمرة اللي بتملى الفضاء. الأشعة دي سريعة وقوية لدرجة إنها بتخترق الحصن ده وبتمر من خلاله، والنتائج الطبية في المتوسط إن الرواد في رحلة المريخ طويلة المدى هيستقبلوا حوالي 200 ضعف من كمية الإشعاع اللي بيستقبلها الشخص العادي على سطح الأرض. الأشعة الكونية دي هي بتخترق أجسامهم، بتطير وبتنزع الذرات من الحمض النووي بتاعهم اللي هو DNA، ولما الخلايا تيجي تنقسم الحمض النووي بيتحور وبيسبب معدلات سرطان عالية جدا. وبعد ما يرجعوا للأرض في الوقت الحالي مفيش أي استراتيجية تمنع ده تماما. دلوقتي الدروع الزيادة معناها وزن زيادة. في أبحاث ممتعة جدا شغالة دلوقتي عن بلورات معينة ممكن تستخدم لتوجيه وتحريف مسار الأشعة الكونية بعيد عن السفينة، بس لسه ما فيش حاجة منها جاهز للتطبيق. الحقيقة المجردة إن الرواد اللي رايحين للمريخ هيرجعوا بمعدلات سرطان أعلى من الواقع. تحدث عن تلوث النجوم ودراسة الكواكب الخارجية. العلماء ثبتوا تلسكوب شمسي جديد في مرصد في تشيلي تابع للمرصد الأوروبي الجنوبي. التلسكوب ده وظيفته يراقب الشمس بدقة وبيدرس كل التغيرات والتوهجات الصغيرة والحبيبات اللي على سطحها. طيب ليه بنراقب الشمس؟ بيراقبوا الشمس علشان يحاولوا يفهموا ازاي ده بيأثر على إرصاد الكواكب الخارجية اللي بتدور حوالين نجومها البعيدة. العلماء اكتشفوا إن التلوث النجمي مشكلة ضخمة وبتبوظ البيانات، فلما ندرس الشمس ونفهم نشاطها هنعرف بالضبط إزاي نشيل الضوضاء ده من الحسابات ونقرأ الغلاف الجوي للكواكب التانية بدقة. التلسكوب ده لسه لاقط ضوءه الأول وشغال بقاله يدوب شهور قليلة. وكمان مشروع القمر الصناعي بوروبا 3، وده قمر صناعي تابع للوكالة الفضاء الأوروبية ووظيفته يعمل كسوف صناعي. المشروع ده عبارة عن قمر صناعي معاه حاجب للضوء بيطيروا مع بعض في شكل دقيق جدا في الفضاء. الحاجب ده بيوقف قدام الشمس بالضبط وبيمنع ضوءها تماما. طيب ليه الكسوف الصناعي ده أحسن من الطبيعي؟ لأنه الحاجب الصناعي ده مفهوش تضاريس وجبال متعرجة زي اللي في حواف القمر، فبيحجب الشمس بشكل هندسي مثالي. والقمر ده بيعمل كسوف أو 2 كل يوم، والكسوف الواحد بيقعد لساعات طويلة جدا أكتر بكثير من الكسوف الحقيقي على الأرض. وده بيسمح للفلكيين إنهم يدرسوا إكليل الشمس والبيئة المحيطة بها بطريقة مستحيلة من على الأرض. والبيانات دي هتفهمنا أكتر إزاي بيئة النجم بتأثر على رصدنا للكواكب الخارجية. أنهي سفينة فضائية خيالية هي الأكثر واقعية؟ الإجابة هي سفينة ريسونالتي من مسلسل ذا إكسبنس. مقارنة مع الأعمال التانية هتلاقي إنه العلوم اللي فيها قايمة على تكنولوجيا سحرية وهمية، زي تكنولوجيا تخليك تمشي أسرع من الضوء، وتكنولوجيا تنقلك من بعد الآخر، وتكنولوجيا تعمل دروع طاقة دفاعية حوالين السفينة. لكن الأكثر واقعية في مسلسل ذا إكسبنس لأن المسلسل ده مبني بالكامل على الفيزياء الحقيقية. الكذبة الفنية أو المعجزة الوحيدة اللي افترضها المسلسل هي وجود مفاعل اندماج نووي صغير جوا المركبة. المفاعل ده بيسمح للسفينة إنها تتصارع باستمرار بقوة قدرتها 1 نيوتن، فالرواد يعيشوا جوا السفينة في جاذبية طبيعية تماما وهي بتتحرك، ولما يقربوا ويوصلوا بيلفوا المركبة بالعكس وبيبدأوا يهدوا السرعة بنفس القوة. برا فكرة المفاعل دي كل حاجة تانية واقعية جدا.
طريقة ضرب الصواريخ الاندماجية، معارك والاشتباكات كلها بتخضع لفيزياء نيوتن والحركة الحقيقية في الفضاء. استخدام أسلحة الدفاع النقطي وهي بتضرب الصواريخ اللي بتقرب منها. المسلسل ده واقعي لدرجة إن السفن ما فيهاش دروع طاقة سحرية تحميها لو اتضربت وبتتدمر فورا، وعلشان كده هو أفضل فيلم خيال علمي فضاء اتعمل. من حيث دقة العلم هو فيلم انترستيلر، لأنه ده فيلم المفضل. الأدلة اللي هتفضل باقية لو البشرية اختفت بكرة. لو البشرية اختفت فجأة من على الكوكب، الطبيعة هتمحي كل أثارنا السطحية. المدن والخرسانة هتاكلها النباتات، والظروف الجوية في كام 100 سنة بس، والحديد كله هيتصد وينتهي. لكن الحاجات اللي هتفضل باقية ومستمرة لملايين السنين كدليل أبدي إننا كنا هنا: البلاستيك. المركبات البلاستيكية المدفونة في طبقات الأرض الجيولوجية مش هتتحلل بسهولة وهتفضل كأحافير. وكمان النفايات النووية، العناصر المشعة المدفونة في أعماق الأرض هتفضل تسيب أثر إشعاعي لملايين السنين. والآثار الفضائية، ودي الأهم، كل المركبات والمسابير والمعدات اللي سبناها على سطح القمر أو المركبات اللي على المريخ، مسبار فويجر اللي ماشي في الفضاء العميق. الفضاء مفهوش عوامل تعرية أو صدى، فالآثار دي هتفضل عايمة وماشية في الفضاء لملايين السنين كشاهد صامت وباقي على إنه البشر كانوا عايشين هنا في يوم من الأيام. وبس كده صديقي.